فكره حلوه قوي بالجردل البلاستيك. محتاجين نشيل الايد واي حاجه زياده ونسخن الحرف بالهيت جن او الاستشوار، ونبدا نقص الزيادات دي ونسوي الجردل. ولو انت جردل ببلاستيك ابيض، عشان انا هغلفه بقماش خيش، وقماش الخيش بيبقى مفتح كده ومبين اللون اللي تحتيه. طبعا واحنا بنقص القماش يكون اطول من الجردل من ناحيتين، وبرده في الاخر كده واحنا بنقفله نتني القماش لجوه. بعدين تنيت كل الزيادات دي جوه الجردل. بعد كده قصيت دايره من الكرتون على قد قاعده الجردل وغلفتها بقماش الخيش ولزقتها هنا. بعد كده قصيت قماشه مستطيله على قد الجردل، كمان قصيت قماشه مدوره وخيطتهم في بعض. كنت كمان تانية الحرف من فوق ولزقاه بشمع. بصوا الحلاوه والشطاره. بعدين طبعت الكلمه دي وحطيت تحتيها كربون ولزقتهم على الجردل وبدات اكتب عليها عشان تطبع على القماش، وكانت واضحه جدا. بدات الون الكلمه بنفس البلاستيك الابيض اللي استخدمته في الاول. بعد كده قصيت حبل مكرميه 2 قد بعض كده، سبت 10 سم في الاول، وبعدين لفيت حبل خيش ولزقت باقي الحبلين في بعض بالشكل ده، وعملت نفس الخطوه في اخر الحبل من الناحيه التانية. نيجي بقى عند اطراف الخيوط كده ونفكها من بعض، واستخدموا مشط او سن اي حاجه تسهل عليكم. بس كده نلزق ايد في الجنب ده وايد في الناحيه التانية. طبعا نقص ونساوي وبس كده خلص. بصوا شكله حلو ازاي وشيك قوي، حقيقي تحفه، لازم تجربوه.